من طفل بيبيع شاي في الشارع لرئيس دولة كاملة. اتولد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سنة 1954 في قرية صغيرة وفقيرة جدا في البرازيل. عيلته كانت عايشة في فقر شديد لدرجة إن ساعات ما كانش بيبقى عندهم حتى أكل كفاية، وبيتهم كان يدوب مجرد كوخ خشب بسيط. من وهو طفل صغير كان لازم ينزل يشتغل عشان يساعد أهله. كان بيلف في الشوارع يبيع شاي وفاكهة لأي حد معدي. تخيل طفل صغير ماشي وسط زحمة الشوارع والبياعين، كل اللي في دماغه يجمع كام سنت يمكن يعرف يشتري بيهم لقمة. ولما بقى عنده 7 سنين عيلته قررت تسيب القرية وتروح ساو باولو المدينة الكبيرة، يمكن يلاقوا حياة أحسن. بس الحقيقة إن الحياة هناك كانت أصعب بكتير. لولا بدأ يشتغل عامل صغير في مصانع الحديد، كل يوم بيشيل حديد أتقل من سنه مليون مرة وسط صوت الماكينات العالي والحر الشديد. في يوم حصلت حادثة خطيرة وخسر جزء من صوابعه وهو شغال في المصنع. أي حد مكانه كان ممكن ييأس، لكن لولا حصل معاه العكس. بدأ يقرب من العمال اللي حواليه ويسمع مشاكلهم وهمومهم، وشوية بشوية بقى هو الصوت اللي بيدافع عنه. بقى يقود إضرابات ومظاهرات عشان يطالب بحقوق العمال، والناس بدأت تحترمه وتسمع كلامه، حتى كمان بعض المسؤولين. ومع السنين قرر يدخل عالم السياسة وانضم لحزب اسمه حزب العمال. كان عنده هدف واحد واضح، إن الفقراء يبقى ليهم حق وكل الناس يبقى عندها فرصة تعيش حياة أحسن. وبعد سنين طويلة من التعب والنضال حصلت المفاجأة الكبيرة سنة 2003. الطفل اللي كان بيبيع شاي في الشوارع بقى رئيس البرازيل، من كوخ خشب صغير في قرية فقيرة لمكتب الرئاسة، وبقى يقعد على نفس الكرسي اللي كان زمان بالنسبة له مجرد حلم بعيد جدا. قصة لولا دا سيلفا مش بس قصة نجاح، دي رسالة لأي حد في الدنيا إن الإصرار والتعب ممكن يغيروا مصير حياة كاملة.